من أجمل الكيسز اللي مرت عليا، الزوجين جايين بيشتكوا من مشكلة كبيرة. كل واحد فيهم طاقته مستهلكة، التواصل بينهم تقريبا معدوم إلا فيما يخص طلبات البيت ومشاكل الأولاد. بيقولوا لي إحنا حتى مش عارفين نتخانق مع بعض، إحنا فاصلين عن بعض وعن نفسنا ومش قادرين نكمل سوا. رغم السواد اللي في الصورة إلا إني لقيت جمال غير عادي، احترامهم لبعض بالرغم من اللي هم واصلين له، إلا إنهم لسه شايفين الحلو اللي جوه بعض. محدش فيهم بيرمي اتهامات على الآخر، بالعكس كل واحد فيهم بيمدح في مزايا التاني. ومن هنا عرفت المشكلة سهل حلها بإذن الله. أمال فين المشكلة؟ المشكلة إن بقالهم سنين طويلة ناسين نفسهم، ناسين علاقتهم ببعض. كتير من الأزواج بعد ما بيجيبوا أولاد بتبدأ تتغير أولوياتهم، فيتحولوا من سكن لبعض لماشين، آلة بتقدم سيرفيسز وبتحل مشاكل، وبتختفي بينهم لغة أنا وأنت، ويبدأوا يفقدوا التواصل العاطفي بالتدريج ويبطلوا يلاقوا وقت لبعض، فبيحصل تباعد وفقدان للإحساس بالدفء والأمان. اللي ما نعرفوش ان جهازنا العصبي الانفعالي بيراقب احتياجاتنا النفسيه والجسديه والروحيه، ولما ما بيلاقيهاش بيحاول يطلبها ويزن عليها، ولما ما يلاقيهاش بيستقبل ده على انه رفض، فبيبدا يعمل سلوك انسحابي. ابعد احسن لك، خليكي بكرامتك. العاطفه ما بتطلبش. عشان نعدي المرحله دي ونرجع الدفء لحياتنا محتاجين الاول نشتغل على تواصلنا العاطفي. الحلقه الجايه هنعرف ازاي الدين والعلم اكدوا على ان هو ده سر تماسك العلاقه الزوجيه وسر استمراريتها.